السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم خريجة كلية زراعة سبا باشا، قسم تكنولوجيا حيوية. هنتكلم النهاردة عن موضوع مهم جدا، وهو خاص بطلبة علمي علوم ثانوية عامة، اللي هو ازاي بمجموع متوسط اقدر ادخل كلية علمية وعملية في نفس الوقت، زي كلية الطب وكلية العلوم. في كلية طبعا غيرهم وهنعرفها دلوقتي. اول سؤال طبعا هيجي في بال طلبة حبايبي، ربنا معاكم يا رب والنتيجة تطلع كويسة ان شاء الله. وهو اول سؤال: ايه اسم الكلية دي؟ كلية هي اسمها كلية زراعة. آه بالنسبة لمحافظة اسكندرية في كليتين لكلية الزراعة، في كلية زراعة الشاطبي، وفي كلية زراعة سبا باشا عند نفع المهندسين. ايه كلية الزراعة دي وايه المسمى الوظيفي بعد التخرج؟ كلية الزراعة دي كلية علمية عملية بعد كلية الطب وكلية علوم. هي تبقى رقم 3 على طول. دي تبقى كلية علمية طبعا لعلمي، سواء علم رياضة أو علم علوم، وبتبقى عملية، بتبقى تطبيق كلية تطبيقية، يعني مش نظرية، مش زي كلية اللي هي مجمع النظري. لا، دي تبع المجمع العلمي، زي كلية بعد كلية الطب وكلية العلوم، وبيبقى بعدها كلية الزراعة. ايه المسمى الوظيفي بعد التخرج؟ بتبقى اسمك مهندس زراعي. آه بيبقى اسمك مهندس، بيطلق عليك لقب مهندس، بس مهندس زراعي بالنسبة إلى اسم الكلية اللي هي كلية الزراعة. هدخلها ازاي؟ طبعا سهلة جدا. هي انت اول ما او انتي اول ما تجيبوا المجموع بتاعكم، طبعا بتخشوا على، بتشوفوا طبعا التنسيق. الكلية دي بتدوروا على اسمها، وبتشوفوا التنسيق بتاعها كام وكده، وبتملي رغباتك على حسب ده مجموعك، على حسب الكلية يعني. طبعا هي موجودة في كل المحافظات، ما عدا عندنا في محافظة اسكندرية بقى فيها كليتين: كلية الشاطبي وكلية زراعة سبا باشا. ايه الفرق ما بينهم؟ ان كلية الشاطبي بتبقى في مرحلة تانية، وكلية زراعة سبا باشا هي بتنزل مرحلة تالتة. طبعا لو انت بتكتب الكليتين، تكتب الشاطبي الاول بعد كده سبا باشا. لو ما جاتلكش سبا باشا بالنسبة لمرحلة تالتة، بتعمل تحليل اغتراب وبتيجي عادي، ان شاء الله تجيلك يعني، او تجيلي. ايه المواد اللي بتدرس في سنوات الدراسة؟ طبعا اول سنة بناخده اللي هي الكيمياء الكيمياء التحليلية، تاخدوا كيمياء. انا بصراحة يعني المواد انا مش فاكرة، مش متذكراها اوي دلوقتي، بس انا عاملة فيديو خاص بجميع سنوات الدراسة، طبعا في القناة عندي. هبقى اسيب لكم اللينك في اول تعليق مثبت، وبتاع الفيديو بتاع سنوات الدراسة. بس هي بتبقى مواد فيها نظري وفيها عملي، ونظري عملي. طبعا الحاجات دي هتفهموها طبعا اول ما تدخلوا الكلية. النظري العملي ده يعني بتحل العمل اللي انت اخدته على طريق النظري، يعني مش بتطبيقي، في عملي، يعني مش بتمتحن بالكتابة، بتمتحن عملي اللي هو وجها لوجه، يعني بتطبق على أرض الواقع وكده. يعني مثلا لو في مثلا بالنسبة للكيمياء التحليلية بيبقى عندنا امتحان العملي بيبقى ازاي. طبعا احنا بناخد العملي بنشوفه مثلا اللي هو مثلا المعادلة الكيميائية بنعملها مثلا NaOH، بنجيبه المحلول بتاع NaOH ونزوده مثلا عليه NaCl، بنحط عليه مثلا NaCl ونشوف هيطلع ايه، وبنشوفوه قدام عينينا. وطبعا ده لازم بنسجلوه في الورقة، علشان بنسجلوه في شيت كده، علشان بعد كده آه الحاجات دي بنمتحن فيها.
هي الكلية كام سنة؟ الكلية 4 سنين. 4 سنين زي بقية الكليات. هل طريقة الدكاترة مختلفة في التعامل؟ لأ. يعني أنا عايزة أقول بالنسبة لكليتي، يعني كلية زراعة سنة باشا، أنا أحسن دكاترة، أو يعني ما شاء الله، يعني نمسك الخشبة. الكلية ما شاء الله، يعني من عميد لسيادة العميد. طبعا احنا دلوقتي سيادة العميد دكتور أحمد عبد الفتاح، ربنا يا رب يديه الصحة يا رب. كان على أيامي كان هو بيدرس لي كيمياء عضوية، ودرس لي يعني مادة اسمها مادة التلوث، ودرس لي حيوان زراعي، درس لي يعني حاجات ياما. صراحة الدكتور يعني أكتر من رائع، وصراحة يعني شرحه وأسلوبه وتعامله كل الدكاترة عموما، من العميد لحد أصغر عامل طبعا، كلهم ما شاء الله. والأمن كمان كويسين جدا، وعملتهم كويسة. وإن شاء الله طبعا تشرفوني في الكلية، وأهلا بيكم، وإن شاء الله تحبوا الكلية زي ما أنا حبيتها. أقدر أجيب تقدير فيها طبعا. طبعا طبعا طبعا. ليه طبعا؟ لأن هي كلية علمية. يعني أنا دلوقتي كانت كطالب علمي علوم، طبعا على أيامي طبعا أنا كنت بدور على كلية مش عايزة فيها نظري، عايزة كلية زي اللي أنا درسته. أنا عايزة أطبق، عايزة أخش حاجة أطبقها طبعا، مش عايزة أدخل أحفظ وخلاص، لأن أنا تفكيري علمي، أنا طالب علمي، مش بتاع حفظ. فطبعا هقدر بقى اجيب تقدير فيها، لان انا دي كلية ماشية مع دماغي، وماشية مع اللي انا عايزه، ومؤهلاتي وكل حاجة. فهي سهلة، وانا شارحة كمان ازاي تجيب تقدير في الكلية، وازاي تعدي منها. ويعني تخشوا في القناة ودوروا وتفاعلوا معاها، ولو احتجتوا اي حاجة قولولي وانا معاكم طبعا. هي كلية نظرية ولا عملية؟ هي كلية عملية، مش فيها نظري طبعا، بس هي كلية طبعا هي عملية، مش مش نظرية. هي كلية عملية، وفيها تطبيق عملي وكده. فيها عمل وتجارب كده، لسه قايلة فيها طبعا عملي وتجارب، وبنشيله السحاحة والمصة وكل الأدوات، والتشريح بنشرحه طبعا صراصير، وممكن نشرحه سمك. يعني على أيامنا كان الدكتور هو اللي بيشرح لنا السمك، والصراصير برضو الدكاترة بيشرحوا لنا. احنا شرحنا الضفدعة كمان، الضفادع. يعني في عملي طبعا، في تجارب وكل حاجة. مواعيد المحاضرات هي بس مشكلتها في مواعيد المحاضرات. طبعا النظر ان هي كلية عملية، زي اي كلية عملية، هي بتبقى من 8 الصبح لحد بقى مثلا، بالنسبة لسنة أولى وتانية. بالنسبة لسنة أولى كانت بتبقى على أيامي كانت 7 بالليل. ممكن نروحوا الساعة 7، نروحوا الساعة 8، أدخل البيت 8 9 كده، علشان فيها عمل ياما، يعني مثلا المواد بتاعتها وكده. بس بعد كده بقى المواد بتخف وكده. في تانية بقى المواد بتخف شوية، وبعد كده في تالتة، في رابعة بتخف خالص. بتبقى عدد الأيام قليل، وكمان المواعيد قليلة.